بص يا عمنا، ده أندي ودول لعب أندي. أندي كان بيحب اللعب بتاعته جدا، بس كان في لعبة واحدة واخدة كده حتة زيادة من قلبه، وكان اسمه وودي الكاوبوي. مامة أندي بتنادي عليه علشان يجهزوا سوا لعيد ميلاده، واللي كان ميعاده النهارده. بيسيب وودي واللعب في اوضته وبينزل علشان يكلمها. ساعتها بتتحرك الألعاب كلها، وبنعرف إن اللعب بتتحرك وكمان بتتكلم، بس لما تكون لوحدها ومحدش من البشر شايفهم. وودي بيعمل لهم اجتماع وبيطلب منهم ان هم ياخدوا بالهم الفترة اللي جاية، لانهم قربوا ينقلوا للبيت الجديد، وبيعرفهم ان النهارده عيد ميلاد أندي. وده كان بالنسبة لهم خبر مش كويس، وده لأن أكيد هيجيله لعب جديدة في الهدايا وهينساهم ويقعد يلعب بالجداد. وودي كان بيحاول إن هو يهديهم، بس هو نفسه كان باين عليه القلق. بيطلب من اللعبة الجندي إن هو ياخد فريق الاستطلاع وينزل ينقل لهم اللي بيحصل تحت. بتنزل الفرقة وبتاخد اللاسلكي معاها، بيستخبوا في الزرعة علشان ينقل لهم كل اللي بيحصل وإيه الهدايا اللي هتيجي. بيطمنوا اللعب إن مفيش لعب جديدة جات له في الهدايا، وكلهم بيستريحوا. بس في الآخر كان لسه هدية مامته، واللي قبل ما يعرفوا هي فيها ايه، الديناصور من التوتر بتاعه بيوقع اللاسلكي وبيكسره وما بيسمعوش حاجه. بترجع الالعاب مكانها بسرعه لما بيسمعوا صوت طالع على السلم، وبيدخل اندي واصحابه، واللي بيرمي وودي من على السرير وبيحط الهديه بتاعت مامته، واللي بتطلع لعبه جديده. بيخرج اندي من الاوضه وبيطلع باز يطير من العلبه. بيكون مفكر نفسه انه رائد فضاء بجد مش لعبه اطفال. بيحاول اندي يرحب بيه في المجموعه بتاعتهم، بس هو كان مفكره عدو وعايز يضربه بالليزر بتاعه. بيقول لوودي ان هو في مهمه رسميه من الوكاله لانقاذ المجره. وبقيه الالعاب كانوا منبهرين بكل الزراير والحاجات اللي في البدله بتاعته. وودي بيعرفه بنفسه ويقول له ان هو اهم لعبه عند اندي، وانه مش هيعرف ان هو ياخد مكانه. باز بيقول له انه مش لعبه، وبيوري له الاجنحه بتاعته علشان يخليه يصدق. اندي بيقول له انت ما تقدرش تطير، وبيتحداه ان هو يقدر يطير بالاجنحه دي. وباز يطير فعلا، بينط بالاجنحه وبيقدر ان هو يتشقلب بمساعده الحاجات اللي في الاوضه وبيرجع للسرير تاني. وودي بيقول له ان ده ما اسموش طيران، ده اسمه وقوع بس بشياكه. الالعاب التانية ما بتكونش مهتمه باللي هو بيقوله، وكانوا مشغولين مع باز اللي واضح كده ان هو فعلا هياخد مكان وودي. اللي كان وودي خايف منه حصل، واندي كان بيلعب بباز كتير جدا، وكمان حط الصوره بتاعته في كل مكان في الاوضه. وودي بيروح لباز وبيتخانق معاه علشان اخد مكانه، وبيضغط بالغلط على البدله بتاعته والخوذه بتتفتح. باز كان خايف ان هو يموت من فرق الضغط بره الخوذه، بس لقى نفسه عايش عادي. بيسمع صوت جاي من بره وبيطلع جارهم سيد اللي غاوي ان هو يعذب الالعاب ويفجرها. وبيقولوا ان احسن حاجه هتحصل لهم ان هم هينقلوا من البيت دون بعيد عنه. مامة اندي بتقول له ان هم هيخرجوا يتعشوا في مطعم البيتزا، وانه يجيب لعبه واحده بس معاه. ودي لما بيسمع كده كان عايز يوقع باز ورا المكتب علشان اندي ما يلاقيهوش وياخده هو، بس الخطه بتاعته بقى بتفشل، وباز بيقع من الشباك بره البيت خالص. بيحاول يشرح لبقيه اللعب ان هو ما كانش قصده يعمل فيه كده، بس ما كانوش مصدقينه. اندي بيدخل وبيدور على باز بس ما بيلاقيهوش، فبياخد وودي معاه. بينزلوا لتحت وبيركبوا العربيه، ولسه هيمشوا وبيظهر باز واللي بيجري وراهم، وبينجح ان هو يتعلق في العربيه. بعد شويه بيقفوا بالعربيه في بنزينه وبينزلوا علشان يجيبوا حاجات. ساعتها باز بيدخل لاندي اللي بيفرح لما بيشوفه، وبيحاول ان هو يعتذر له عن اللي حصل، بس باز ساعتها بيهاجموا وبيقعوا هما الاتنين بره العربيه. وهما بيتخانقوا تحت العربيه، التانيين كانوا رجعوا وخدوا العربيه ومشيوا وسابوهم في وسط الشارع. وودي كان بيزعق لباز علشان هو السبب ان هو نزلهم من العربيه، وباز كان كل اللي في دماغه ان هو يلاقي الشرير اللي ممكن يدمر المجره، واللي هو كان مهمته ان هو يوقفه. وودي بيتزهق عليه وبيقول له يا عم انت مجرد لعبه ومش رائد فضاء ولا حاجه. بيشوف بعدها وودي عربيه توصيل بيتزا تبع المحل اللي اندي رايح له، وعلشان يقنع باز ان هو يروح معاه بيقول له يلا لقيت لك مكوك فضائي هيرجعك للوكاله الفضائيه بتاعتك. بيركبوا العربيه وبيروحوا على محل البيتزا والالعاب اللي اندي كان فيه. باز بيبقى منبهر جدا بالالعاب اللي جوه، وكان مفكر ان هي حقيقيه. وودي بيلاقي اندي اخيرا، بس باز كان عنده راي تاني. بيروح وبينط جوه لعبه من العاب الفضاء، وودي كان لازم يرجع بيه علشان يثبت للالعاب اللي معاه في البيت ان هو ما ماتش ولا حاجه. بيدخلوا اللعبه وبيحاول ان هو يقنعه يروح معاه، بس هو ما كانش راضي، لحد ما بيجي لهم جارهم الشرير سيد وبيلعب اللعبه وبيكسب باز، واللي وودي كان ماسك في رجله. بياخدهم في شنطه وبيرجع بيهم للبيت، ولما بيسيبهم بيحاول وودي ان هو يفتح الباب بس ما كانش قادر. وساعتها بيشوفوا العاب سيد اللي هو كان مشوهها ومخلي منظرها مرعب. اندي بقى كان في البيت اللي جنبهم زعلان وحزين جدا علشان مش لاقي اهم لعبتين عنده. تاني يوم بيلاقوا ان باب الاوضه اتفتح، وبيحاول وودي وباز ان هم يهربوا، بس اول ما بينزلوا بيلاقوا تحت كلب، واول ما بيشوفهم بيجري وراهم. بيستخبوا منه في اوضه فيها تلفزيون، وباز بيشوف اعلان عن اللعبه اللي زيه. بيعرف ساعتها ان هو مجرد لعبه مش رائد فضاء بجد. طبعا بعدها بيكون حزين جدا، وبيعرف ان كل الكلام اللي وودي قاله له كان صح. بيجرب ان هو يطير تاني بس بيقع ودراعه بيتخلع. بتشوفه اخت الواد الشرير وبتاخده معاها علشان تلعب بيه. وودي بيفضل يدور عليه وبيلاقيه مع لعب البنت وهي ملبساه لبس عروس. بيحاول ان هو يقنعه يهرب معاه، بس هو كان حزين ومش عايز يرجع تاني.
بتيجي لودي فكره وبياخدوا معاه الاوضه بتاعت سيد من تاني. بينادي وودي من الشباك على اللعب اصحابهم وبيرمي لهم حبل علشان يوصل لهم، بس مستر بطاطس بيمنعهم ويقول لهم انت نسيتوا ان هو قتل باز، وباز مرضيش ان هو يظهر لهم علشان يصدقوا وودي فبيقفلوا الشباك. بتتلم اللعب بتاعت سيد عليهم بس بيطلعوا ان هم طيبين، وكمان بيصلحوا ايد باز اللي كانت اتخلعت. بيدخل سيد بعدها ومعاه صاروخ وبيدور على وودي علشان يفجروا بيه، بس هو كان مستخبي، فبيقرر ان هو ياخد باز مكانه ويربطه في الصاروخ. بس ساعتها بيأجل عملية الاطلاق لبكره علشان كان في عاصفة بره. وودي بيحاول يخرج من الصندوق بس ما بيعرفش علشان كان سيد حاطط صندوق تقيل عليه. بيطلب من باز ان هو يساعده بس كان لسه مكتئب. بيفضل وودي يشجعه وبيقول له ان هو لعبه جميله وفي اوبشن كتير وان اندي هيحبه جدا واكيد هيفرح لما يرجع له. باز ساعتها بيتشجع وبيقدر ان هو يهرب وودي من الصندوق، بس سيد بيكون صاحي من النوم علشان يبدأ يومه ويولع الصاروخ اللي كان مجهزه. بياخد باص وبيروح علشان يفجر الصاروخ، وودي ما بيعرفش يروح وراهم علشان الكلب. بينادي على الألعاب علشان يساعدوه إن هم ينقذوا باز. في بيت أندي بقى كانوا بيحضروا نفسهم علشان خلاص بيلموا حاجاتهم وهيمشوا من البيت، وودي مع بقية الألعاب كانوا اتفقوا على الخطة. بيشغلوا الكلب وبيقدروا إن هم يخرجوه بره البيت في الوقت اللي وودي قدر إن هو يهرب من الباب التاني. بيروح لباز علشان يلحقه بس سيد بيشوفه وكان خلاص هيشويه على الشواية. بيقول ما بدهاش وبيتكلم مع سيد، واللي بيتخض جدا لما بيعرف ان هو بيتكلم. وكمان بقيه الالعاب كلها بتتحرك وبتروح على سيد وهو بيخاف جدا منهم وبيطلع يجري. بيقدر بعدها وودي ان هو يحرر باز ويروح جري على البيت بتاع اندي. العربيه اللي فيها اندي كانت مشيت وما عرفوش ان هم يلحقوها، بس بيقدروا ان هم يطلعوا على عربيه العفش، بس كلب سيد كان بيهاجمهم ومسك وودي من رجله. باز من غير تفكير وبكل شجاعه بينط على الكلب علشان ينقذ وودي، وودي بدوره بيخش بسرعه على العربيه وبيطلع العربيه الصغيره اللي بريموت وبيرميها من العربيه علشان يلحق باز. بيقدر من خلالها فعلا ان هو يوصل لباز وبينقذه من الكلب. بس باقي الالعاب لما بيشوفوا ان هم رمى العربيه اللي بالريموت بيفكروه عمل فيها زي ما عمل في باز، فبيشيلوه هلابيله وبيرموه هو كمان من العربيه. بيركب مع باز العربيه اللي بالريموت وبيفضلوا يجروا بيها علشان يلحقوا عربيه العفش. بتشوفهم اللعبه التانيه وبيعرفوا ان وودي كان بيقول لهم الحقيقه. حاولوا ان هم يساعدوهم ويسحبوهم بس العربيه الشحن بتاعها كان بيخلص. بتقف بيهم العربيه بعدها وودي بتجيله فكره. بيطلع عود الكبريت اللي كان سيد حطه له في جيبه وبيولع الصاروخ اللي مربوط في باز. بيطيروا بسرعه وبياخدوا العربيه معاهم وبيرموها في عربيه العفش. اما هم بقى بيطيروا لفوق مع الصاروخ، وقبل ما ينفجر باز بيفتح جناحاته وبيحررهم منه. وودي بيفرح ان هم طايرين. باز بيقول له ان ده مش طيران، ده اسمه وقوع بس بشياكه. وبينجحوا ان هم يقعوا في العربيه اللي فيها اندي، واللي بيفرح بيهم جدا لما يشوفهم. وهنا بينتهي قصتنا النهارده. شكرا ليكم. بعد ما شفنا الجزء الاول وخلاص باز فهم ان هو لعبه ومش رائد فضاء بجد، بنلاقي ان هو اندمج مع بقيه الالعاب وبقى واحد من المجموعه. وودي بقى هو اللي ما كانش على بعضه علشان مش لاقي الطاقيه بتاعته، وخصوصا ان اندي كان رايح للمعسكر كمان شويه. بيلاقي الطاقيه بتاعته في الاخر وبنشوف الكلب واللي جه لاندي هديه في اخر الجزء الاول، وبيطلع ان هو كلب اليف وبيحبهم. اندي كان بيلعب بيهم قبل ما يروح المعسكر، ولما مامته بتدخل عليه تناديله بيتقطع منه وودي غصب عنه. مامته بتقول له مش مشكله هنبقى نصلح ايده دي بعدين. بيركنوا وودي على الرف واللي كان زي منفى للعب اللي خلاص اندي ما بيلعبش بيها وكانت شويه وبتترمي في الزباله. بيرجع اندي من المعسكر وبينزل وودي وبيلعب معاه، بس لما بيلاقي ان دراعه اتقطع خالص بيرميه في الزباله. بيطلع ان وودي بيحلم وان كل ده كان كابوس واندي لسه مرجعش من المعسكر. بيتعرف على البطريق اللعبه اللي كان على الرف واللي كانوا نسيوه بسبب ان هو اتركن هناك كتير. بيلاقوا ان مامة اندي هتبيع كل الحاجات اللي ملهاش لازمه عندهم. بتاخد البطريق وبتعرضه للبيع قدام البيت، وودي بالتعاون مع الكلب بينزل علشان ينقذه ويرجعه قبل ما يتباع. هما قدروا ان هما يرجعوا البطريق، بس في واحد جه وشاف وودي وعرض على مامة اندي فلوس كتير علشان يشتريه. هي بترفض طلبه وكانت مستغربه وبتقول هو انا نزلت وودي هنا امتى اصلا؟ بس الراجل دون بيطلع ان هو شرير، بيستنى لما ما تكونش واخده بالها وبيسرق وودي وبيمشي. في الوقت اللي بقيه الالعاب كانت شايفه كل اللي بيحصل، وبينزل باز وبيحاول ان هو يرجعه وبيتشعبط في عربية الراجل بس ما بيعرفش ان هو ينقذه. لما بيرجع للألعاب بيعرف ان اللي خطفه ده هو اللي بيعمل دور الفرخة في اعلان محل اللعب اللي بيشوفوه على التلفزيون، وبيفهموا ان هو اكيد هيروح على المحل اللعب ده. وفعلا بياخد وودي للمكان بتاعه وبيلاقي هناك حصان ولعبة بنت اسمها جيسي ولعبة عجوز وكان لسه في الكرتونة بتاعته. بنعرف ان الراجل اللي سرقه دون بيجمع الالعاب القيمة، وبيطلع ان كمان وودي ده لعبة مشهورة جدا وزمان كانوا عاملين له مسلسل ومعاه الشخصيات اللي جنبه دول، بس بيعرف ان المسلسل اتوقف انتاجه بعد كده. واللعبة العجوز بيقول له ان الراجل هيودينا المتحف كبير في اليابان وهنتعرض للعالم كله. وودي بيقول لهم لا طبعا انا ليا صاحب واسمه اندي ولازم ان انا ارجع له. كلهم بيزعلوا جدا لان هو اللي بيكمل المجموعة بتاعتهم ومن غيره هيفضلوا محطوطين في المخزن ومش هيشوفوا
نور ابدا. بيدخل عليهم الراجل وبيجمعهم وبيصورهم علشان يبعت الصورة للمتحف، بس بالغلط بيكمل على ايد وودي وبتتخلع خالص. باز بقى وبقية اللعب كانوا بيخططوا علشان يقدروا ان هم ينقذوا صديقهم وودي. فعلا بيقدروا ان هم يحددوا مكانه. تبدأ مهمة إنقاذ وودي الكاوبوي. الراجل بقى بيروح يجيب خبير في اللعب علشان يصين وودي ويرجعه لحالته الأصلية. الخبير ده كان محفلط قوي وبيتعامل معاه بكل حنية، بيقعد يلمعه وبيظبطه وكمان بيخيط ايده اللي كانت اتخلعت، بيدهن الجزمة بتاعته وبيمسح اسم أندي اللي كان مكتوب عليها. في الوقت اللي بتكون مجموعة الألعاب وصلوا للمحل اللي هما في المخزن بتاعه، باز جوه المحل بيلاقي نسخ كتير جدا شبهه. نسخة منهم بتخرج من علبتها وبتهاجم باز وبتحطه مكانها في العلبة على الرف، وبيروح هو مع بقية المجموعة على انه صاحبهم. وودي كان فرحان جدا ان هو رجع جديد زي الاول، بس بيقول لهم ان هو برضه لازم يرجع لاصحابه واللي اكيد مستنيينه. بس وهو ماشي شكلهم بيصعبوا عليه لانهم هيفضلوا كده محبوسين في المخزن من غيره. بيروح يتكلم مع جيسي اللي كانت قاعدة حزينة وهي بتحكي له حكايتها. بتقول له ان هي كانت عندها صاحبة بتحبها جدا وطول الوقت بتلعب بيها، لحد ما البنت دي بدأت ان هي تكبر واهتماماتها اتغيرت وما عادتش بتلعب باللعب بتاعتها. اما جيسي بقى فضلت مركونة ومرمية تحت السرير لحد ما في الاخر اتبرعت بيها واخيرا وصلت للمخزن اللي هم فيه ده. وودي بيفكر وبيقول ان اندي هو كمان في يوم من الايام هيكبر واكيد هيرمي اللعب بتاعته، فبيقرر ساعتها ان هو هيفضل معاهم وما يمشيش. جيسي فرحت جدا بالقرار ده وفضلوا يرقصوا سوا، وواضح ان هو ما قعدش علشان اندي هيرميه وبس. في الوقت اللي المجموعه ومعاهم باز المزيف كانوا قربوا يوصلوا له، وباز الحقيقي فضل يفرك لحد ما نجح فعلا ان هو يطلع من الكرتونه، بس ساعتها بالغلط وقع كرتونه تانية فيها زورج، وزورج ده بقى يبقى الشرير اللي معمول علشان يبقى المنافس بتاع باز يطير. بتوصل المجموعه من فتحه التهويه للمخزن اللي كان فيه وودي. بيكونوا مفكرين ان اللاعب اللي معاه دول مقعدينه معاهم بالعافيه، بس هو بيقول لهم ان دي المجموعه بتاعته وان هو قاعد معاهم بمزاجه، لا وان هو كمان ناوي يفضل معاهم ويروح المتحف اللي في اليابان. باز الحقيقي بيكون وصل لهم وبيحاول ان هو يقنع وودي ان هو يروح معاهم لاندي. بيفكروا بكلامه وبيقول له ان اللعب دي معموله للاطفال علشان يلعبوا بيها، مش ان هي تتحط في صندوق ويتفرجوا عليها. بس برضه وودي ما كانش راضي ان هو يرجع معاهم، وهم لما ملقوش فايدة رجعوا تاني من فتحة التهوية. وودي بيقعد مع نفسه بعدها وبيتفرج عليه في التلفزيون وطفل كان بيلعب بيه. بيحس ساعتها ان هو اخد القرار الغلط وان هو عايز يرجع لصاحبه اندي. بيروح ينادي على اصحابه بسرعة اللي كانوا خرجوا من الفتحة، بس الاول بيتكلم مع جيسي وبيقنعها هي والحصان ان هم يروحوا معاه وينضموا للمجموعة بتاعت لعب اندي. بس العجوز ده كان عنده رأي تاني، بيطلع من الكرتونة بتاعته وبيقفل فتحة التهوية وبيقول لهم محدش هيخرج من هنا. في الوقت اللي بيدخل فيه الراجل بتاع المحل وبيجهزهم علشان يسافروا اليابان، وزورج الشرير بيطلع لمجموعة اللعب وبيحارب باز، بس بتقدر المجموعة ان هي تهزمه وبيوقعوه في الاسانسير. بيروحوا جري ورا وودي بس ما بيلحقوش العربية اللي كان فيها ورايحة على المطار. بيقرروا ساعتها ان هم يسرقوا عربية ويجروا وراهم علشان يلحقوه. بعد ما بيلطشوا شوية في الشوارع بيوصلوا للمطار وبينجحوا ان هم يدخلوا لمكان الشنط. كانوا قاعدين بيفتحوا الشنط كلها علشان يدوروا عليه لحد ما باز بيفتح الشنطة اللي هم فيها والعجوز بيضربه في وشه. وودي بيتخانق معاه وهو بيستخدم الفاس وبيعرف ان هو يقطع ايد وودي بس قطع صغير كده، وقبل ما يخلص عليه بتتجمع الالعاب وبيقدروا ان هم يهزموا اللعبة العجوز ده، وكمان بيرموه في شنطة طفلة مع عروسة باربي. كان المفروض بقى ان هم يرجعوا كلهم دلوقتي، بس جيسي ما بتكونش لسه خرجت من الشنطة وخلاص كانت هتتشحن على الطيارة وتسافر. وودي بيركب الحصان بتاعه وبيجري ورا الشنطة اللي فيها جيسي وبيطلع وراها الطيارة وبيقدر ان هو يطلعها من الشنطة، وبيخرجوا من باب صغير في الطيارة وبيبقوا واقفين على العجل بتاعها. باز يطير بيجيلهم بالحصان وبيقدر ان هو ينقذهم، وبترجع المجموعة كلها لبيت اندي تاني، والراجل بيرجع تاني شغله فرخة في محل الالعاب بعد ما سافر اليابان، وكل ده طلع على الفاضي. واندي بيصلح ايد وودي اللي كانت اتقطعت وبيعيش معاهم جيسي والحصان وبينضموا لمجموعة لعب اندي وبيعيشوا كلهم في سعادة مع بعض في الاخر. شكرا ليكم. اهلا اصدقائي، بنرجع تاني لوودي وباز يطير ومجموعة ألعاب أندي ومغامراتهم الشقية. بس المرة دي أندي خلاص ما بقاش طفل صغير، لا ده كبر وكان خلاص هيدخل الجامعة. الألعاب بتاعته كانت محطوطة في صندوق منسية ومحدش كان بيلعب بيها. الموضوع ده كان مسبب لهم حزن كبير. هو ما تخلصش منهم بس برضه ما كانش بيلعب بيهم. بيحاولوا ان هم ينبهوه ليهم فبيعملوا خطة
وبيسرقوا التليفون بتاعه وبيحطوه في الصندوق معاهم، وبيتصلوا عليه يمكن لما يشوفهم وهو بيرد يفتكرهم ويطلعهم يلعب بيهم. هو فعلا بيشوفهم وهو بيدور على التليفون، بس افتكر ان هو مقلب من اخته الصغيره وسابهم وما جاش ناحيتهم. مامة اندي بتقول له انت خلاص قربت ان انت تروح الجامعه، شوف اللي انت مش محتاجه علشان نرميه والباقي هنطلعه فوق في الصندره. بتقول له ان هو ممكن يتبرع بالالعاب بتاعته دي للحضانه علشان الاطفال تلعب بيها. اندي بعد تفكير قرر ان هو مش هيتبرع بيهم وان هو هيحتفظ بيهم في الصندره، وكمان هياخد وودي معاه للجامعة. بيحط الألعاب في كيس أسمر كبير شبه أكياس الزبالة، وكان لسه هيطلعهم فوق، بس بيشوف أخته محتاسة بالصندوق اللي في إيدها وبيروح علشان يساعدها. وبتيجي بعدها مامته، ولما بتشوف الكيس بتفتكر إن هو زبالة وبتاخده معاها. وودي طبعا كان بره الكيس لأنه كان هيروح مع أندي الجامعة وشاف كل اللي حصل. بيروح بسرعة وراهم وبيحاول إن هو يساعدهم ويخرجهم من الكيس قبل ما عربية الزبالة تيجي وتاخدهم ويضيعوا للأبد. بس هما كانوا اتصرفوا وعرفوا إن هما يخرجوا وراحوا للصندوق اللي رايح للحضانة من ألعاب أخت أندي. وودي كان بيحاول يفهمهم إن اللي حصل ده كان غلطة، وإن أندي كان هيحتفظ بيهم في الصندارة ومش هيرميهم. ما كانوش مصدقينه ومفكرين إن هو مش مهتم بيهم، وهو خلاص بقى هيروح مع أندي جامعة لوحده. وودي بيقرر إن هو مش هيسيبهم وهيروح معاهم للحضانة. ولما بيوصلوا هناك بيبصوا من فتحة الصندوق وبيلاقوا مكان كويس وجميل، والأطفال بتلعب الألعاب اللي موجودة بكل هدوء. بيجيلهم الدبدوب الأحمر الكبير ده وبيرحب بيهم في المكان وبيعرفهم إن هو الرئيس بتاع الألعاب اللي هنا. باربي بتشوف لعبة على شكل ولد بس كان معمول للبنات، تقدر تقول كده شبهها شوية، وممكن تقول برضو نيد فيليكس يعني. المهم باربي بتعجب بيه وبتروح معاه. بياخدهم الدبدوب علشان يعرفهم المكان بتاعهم، وودي كان لسه بيحاول يقنعهم ان هم يرجعوا معاه البيت اندي، ولما ما بيلاقيش فيه فايدة فيهم بيروح هو لوحده. بيحاول يخرج من الحضانة وفي بنت بتشوفه كان اسمها بوني، واللي بتاخده معاها على البيت وبتفضل تلعب بيه مع بقية الألعاب. بنرجع للمجموعة بقى اللي كانوا مستنيين الأطفال الحلوين علشان يجوا يلعبوا معاهم، بس بيطلع ان الدبدوب حطهم في مكان الاطفال الصغيرين اللي خالص، واللي طبعا ما كانوش فاهمين غير ان هم يخبطوا فيهم ويكسروهم وخلاص. طبعا بعد كل اللي هم شافوه ده كانوا زعلانين من الدبدوب واللي خدعهم وحطهم في المكان اللي هم اتهانوا فيه ده. بيعرفوا ان هم لازم كانوا يمشوا مع وودي زي ما كان قال لهم. وبيروح باز علشان يتكلم مع الدبدوب علشان ينقلهم للغرفه بتاعه الاطفال الكبار، وبيعرف ان هم عصابه مع بعض وبيرموا اللعب الجداد للاطفال الصغيرين علشان هم اللي يتكسروا بدلهم. بس باز ساعتها بيتكشف ليهم وبيمسكوه وما بيعرفش يهرب. وودي بيستنى بوني تنام وبيحدد مكان بيت اندي على GPS. بيقول للاعب لو رحتم الحضانه وشفتم اصحابي هناك ابقوا سلمولي عليهم. الالعاب بتقول له ايه ده، انت هربت من الحضانه ازاي؟ ده في هناك عصابه بقياده الدبدوب بتحبس الالعاب. وبيحكي له المهرج دون واللي بيطلع صاحب الدبدوب من زمان الحكايه بتاعته. بيقول له ان هو والدبدوب كانوا بتوع طفله صغيره، في مره كانوا في رحله ونسيتهم في الطريق ومشيت، وبيقرروا ساعتها ان هم يرجعوا لحد البيت عندها مشي. وطبعا اتبهدلوا في الطريق لحد ما عرفوا ان هم يوصلوا لبيت البنت، بس للاسف بعد ما وصلوا للبيت لقوا ان البنت جابت دبدوب تاني غيره، ودي كانت بالنسبه له صدمه كبيره. ومن ساعتها بقى قرر ان الدبدوب ان هو يتغير، واخد اللعبه المهرج ولعبه الطفل العملاق معاه ومشي علشان يشوف طريقه بعيد عن البنت. انتهى بيه الحال في الحضانه. من ساعتها وهو بيتحكم في الالعاب كلها، والمهرج دون كان اتقطع، وبوني ساعتها لقيته واخدته صلحته وبقى من ضمن العابها. نروح بقى الباز اللي كان الدبدوب بيتكلم معاه وبيحاول ان هو يخليه واحد من رجالته، وبيقوله ان هو في المقابل هينقله للغرفه بتاعه الاطفال الكبار، بس هو ما بيرضاش ان هو يبيع اصحابه وبيرفض العرض بتاعه. ساعتها الدبدوب بيخلي رجالته يمسكوه وقرا في الكتيب بتاعه ازاي يعمل له ضبط مصنع علشان يسيطر عليه زي ما كان هو عايز. ميس تصايا كانت سابت عين من بتوعها في البيت وبتشوف اندي وهو بيتكلم مع مامته علشان رمت الالعاب بالغلط في الزباله. ساعتها بيعرفوا ان وودي كان بيقول الحقيقه وان اندي كان فعلا هيحتفظ بيهم. بيروح الدبدوب للمجموعه، بس المره دي كان معاه باز من ضمن رجالته، وكمان بيخليه ان هو يحبسهم كلهم في صناديق. اما وودي بقى بعد ما عرف ان الدبدوب ده شرير بيستخبى في شنطه بوني وهي راجعه للحضانه علشان ينقذ اصحابه. بيقابل اللعبه التليفون واللي كان نفسه يخلص من عصابه الدبدوب ده، بيعرفه كل مخابئ الحضانه وبيقول له ازاي يعرف يوصل لاصحابه ويهربهم من المكان ده. فعلا بينجح وودي ان هو يوصل للمجموعه، وبيبداوا ان هم يعملوا خطه للهروب من الحضانه. بينفذوا الخطه بتاعتهم واللي شكلها كده هتنجح ولا ايه. وباربي كانت قلبت على الواد الطري ده اخيرا، وقدروا ان هم يعملوا كمين لباز ويمسكوه، وحاولوا ان هم يرجعوه تاني زي ما كان، بس بدل ما يصلحوه قلبوا اللغه بتاعته الاسباني. بس الكويس ان هو رجع طيب تاني. بيوصلوا لاخر جزء في الخطه وخلاص هيهربوا من الحضانه، بس بيظهر الدبدوب واللي كان ماسك التليفون واللي اعترف لهم بالخطه بتاعتهم. وودي بيتكلم مع الدبدوب وبيفكره بصاحبته،
وبيقول للي معاه هي اتخلت عنه هو بس، ليه بقى خدكوا انتوا منها ومشاكوا معاه كمان في الطريق الشرير ده؟ الطفل العملاق ساعتها بيفتكر صاحبتهم وبيمسك الدبدوب اللي بعده عنها وبيرميه هو في الزبالة. بيهربوا كلهم بس الدبدوب عرف ان هو يمسك رجل وودي وبتاع المجموعة كلها في الصندوق بتاع الزبالة. وبعدها عربية الزبالة بتيجي وبتفضي الصندوق بيهم جواها. باز بيقع عليه تلفزيون كبير وبسبب الخبطة دي بيرجع تاني باز لطبيعته. بتوديهم العربية كلهم في مقلب الزبالة، وقبل ما يهربوا بتيجي آلة وبتاخد الألعاب الصغيرة الفضائية على إعادة التدوير. وودي بيروح وراهم علشان ينقذهم قبل ما يتدمروا، وبيقدروا ان هم يعدوا من آلة التقطيع اللي في اول مرحلة. وكمان وودي بيساعد الدبدوب اللي ما كانش عارف يتحرك وبينقذ حياته قبل ما يتقطع. بس بيلاقوا ان اخر السير دون فيه محرقة كبيرة واللي هتسيحهم كلهم، وبيشوفوا زرار بيوقف الآلة وبيساعدوا الدبدوب ان هو يوصل علشان يوقفها. بس الدبدوب كان لسه برضه نادل زي ما هو وسابهم وهرب. بيقعوا كلهم وبيقربوا من المحرقة وخلاص كده ما كانش في اي حاجة ممكن تنقذهم. بيمسكوا ايد بعض علشان يموتوا سوا زي ما عاشوا سوا. بس فجأة بتظهر الالعاب الصغيرة واللي وودي كان انقذها، وبيقدروا ان هما يشغلوا خطاف عملاق وبيسحبوهم كلهم قبل ما يسيحوا ويتدمروا. الدبدوب بقى وهو خارج بتعدي عربية عليه، ولما السواق بيشوفه بيقف على طول. بياخده وبيربطه على اول العربية شبه القرد كده اللي السواقين عندنا بيحطوه على الميكروباص ده، عارفينه؟ بترجع المجموعة كلها بقى لبيت أندي، وطبعا كانوا متبهدلين جدا. وودي بيشغل المية وبيستحموا كلهم قبل ما يدخلوا البيت. بيروحوا وبيدخلوا في الصندوق اللي هيطلعوا للمخزن، بس وودي كتب على ورقة كلام قبل ما يدخل الصندوق. بيشوف أندي الورقة وبياخد الصندوق وبيروح على بوني الطفلة الصغيرة. بيشوفها وهي بتلعب وبيفتكر نفسه وهو صغير وقاعد يلعب بالألعاب دي. بيديها كل اللعب بتاعته وبيوصيها إن هي لازم تحافظ عليهم وتاخد بالها منهم. أندي بيلاقي إن وودي جوه الصندوق وكان متردد إن هو يسيبه علشان كان مقرر إن هو ياخده معاه الجامعة. بيبص لوودي نظرة أخيرة وبيقول لبوني إن ده أشجع كاوبوي هتقابليه في الدنيا، وإنه قوي وعمره ما بيتخلى عن أصحابه أبدا. بيديها وودي وبيطلب منها توعده إن هي تخلي بالها منه. بيلعب معاها بيهم مرة أخيرة قبل ما يسيبهم وبيمشي. أندي جهز نفسه وخلاص كان رايح الجامعة، وبيسلم عليها وعلى اللعب بتاعته مرة أخيرة، وهو بيشكرهم على أجمد لحظات طفولته. بتدخل البنت وبتتحرك الألعاب، واللي كانت طبعا زعلانة على أندي وخصوصا وودي واللي كان بيبص عليه وبيقول له سلام يا صاحبي. بنرجع فلاش باك من 9 سنين فاتوا. في يوم في عاصفة كبيرة والدنيا كانت بتمطر بغزارة، وساعتها بتقع لعبة في مدخل بيت أندي. وودي بينزل علشان ينقذها بمساعدة مجموعة اللعب صحابه، وهو طالع بيها بيشوف مامة أندي وهي بتاخد اللعبة واللي كان بيحبها وهتتبرع بيها. العروسة أبوه أكيد فاكرينها. بينزل بسرعة وودي علشان يلحقها هي كمان ويرجعها تاني، بس هي رفضت. بتقوله إن هي مهمتها هنا انتهت مع أندي وإن في طفل تاني أكيد مستنيها. وودي كان بيفكر إن هو يروح معاها، بس لما لقى إن أندي بيدور عليه وهيتجنن إن هو مش لاقيه بيصعب عليه وبيقرر ان هو يفضل معاه. بعد كده بتدور احداث اجزائنا الثلاثه اللي فاتوا، من اول ما كان اندي صغير وبيلعب بالالعاب بتاعته لحد ما كبر وادى الالعاب دي لبوني وهو رايح الجامعه. بوني كانت بتحبهم جدا وبتلعب بيهم كتير، بس علشان هي بنوته كانت بتفضل ان هي تلعب بجيسي عن وودي، وده طبعا كان مخلي وودي حزين. بيجي اليوم اللي بوني كانت هتروح فيه الحضانه لاول مره وكانت زعلانه وقاعده بتعيط. وودي شافها وكان متاثر باللي هي فيه جدا. وتاني يوم الالعاب بتعرف ان هو راح معاها الحضانه واستخبى في شنطتها. بتروح بوني وكانت قاعده لوحدها وبتحاول ان هي تلعب، بس بيجي عيل رخم وبياخد الحاجه من قدامها وبيروح عند باسكت الزباله ويرمي شويه فيهم هناك. بوني بتتضايق وبتزعل، وودي كان شايف اللي بيحصل دون وزعلان على زعلها. بيجيب لها شويه الحاجات اللي الولد وقعهم علشان تصنع بيهم لعبه وتلعب بيها. فعلا بوني بتجمع الحاجات دي والشوكه البلاستيك اللي معاها والسلوك وتعمل بيهم لعبه وبتسميه فوركي. كانت فرحانه ومبسوطه بيه جدا. اهل بوني بيعرفوها ان هم رايحين رحله لمده 3 ايام، في الوقت اللي وودي بيتفاجئ فيه ان فوركي ده بيتكلم زيهم وبيتحرك، بس علشان كان مصنوع من حاجات من الزباله كان على طول نفسه ينط في اي باسكت زباله يقابله. وودي كان بيتكلم مع بقيه اللعب وبيقول لهم ان احنا لازم نحافظ على فوركي لانه اقرب لعبه لبوني دلوقتي. كان عمال يجري وراه كل شوية ويجيبه من الزبالة ويرجعه تاني لبوني. بعدها بيطلعوا الرحلة، وفي العربية كان لسه وودي بيعاني علشان يمنع فوركي من ان هو يرمي نفسه في الزبالة. ده حتى كان سهران علشان ما ينطش من شباك العربية. بيجيله باز ويقوله ان هو يريح شوية وهو هيستلم الوردية دي مكانه ويراقبه. وودي بيقوله ان ضميره مش هيستريح لو فوركي ده ضاع منهم. باز كان مفكر ان الضمير ده زي الصوت اللي جواه واللي هو بيشغله بالزراير بتاعته. وودي بيلحقه بسرعة قبل ما يكشفهم
بالصوت بتاعه. في الوقت اللي فوركي استغل الموقف دون ونط من شباك العربية، وودي من غير اي تفكير بينط وراه وهو بيقول لهم انه هيجيبه ويرجع لهم تاني في ساحة الانتظار. بيلحق فوركي فعلا وبيبدأوا طريقهم علشان يرجعوا لبوني. بيحاول وودي ان هو يفهمه ان هو دلوقتي اهم لعبة عند بوني، بس هو ولا كان فاهم اي حاجة من اللي هو قاعد يقولها له. بيحكي له قصته مع اندي علشان يحاول يفهمه، والمرة دي الخطة بتنجح. فوركي كان لسه مقتنع برضه ان هو زبالة، بس الزبالة بتاعت بوني. بيجري بسرعة وبيقول لوودي يلا علشان نلحق بوني. في طريقهم بيقابلهم محل لعب قديمة وانتيكات، وبيشوف وودي الأباجورة بتاعت حبيبته بو واللي كانت سابتهم من 9 سنين زي ما شفنا في أول الفيلم. بيدخل جوه المحل علشان يمكن يلاقيها جوه. بيقابله هناك لعبة اسمها جابي، وودي بيسألها عن حبيبته بو. بتقول له أنا عارفاها وتعالوا معايا علشان اوصلكم ليها، بس بتطلع ان هي عايزه علبه الصوت بتاعته، لان علبه الصوت بتاعتها متدمره وعايزه تسرق بتاعته. تقدر تقول كده سرقه اعضاء. لما بيعرف وودي بيهرب منهم بسرعه، بس بيكون رجاله جابوا مسكوا فوركي. في الوقت اللي بوني بتصحى فيه وبتتجنن لما بتلاقيش فوركي اللعبه بتاعتها، باز بيستخدم ذكائه تاني وبيشغل الصوت اللي عنده واللي كان مفكره صوت ضميره. الصوت بيقول له انطلق في مهمه مجهوله، وفعلا بيسمع الكلام وبينط من العربيه ويروح علشان يدور عليهم. بس ما بيعديش كتير وفي واحد شكله عبيط كده بيلاقيه وبيعلقه في الملاهي كجايزه للاطفال. في الوقت اللي وودي بالصدفه بيقابل حبيبته بو واللي ما شافهاش من 9 سنين زي ما قلنا. بيفرحوا جدا ان هم لقوا بعض تاني، وودي بيقعد يحكي لها على كل اللي حصل له. بيطلب منها ان هي تساعده يرجعوا المحل تاني علشان ينقذوا فورك، وبيروحوا فعلا علشان يرجعوا اللعبه، وبياخدوا معاهم دبدوبين كده. وفي الطريق بيقابلوا باز اللي كان هرب من اللعبه، والمجموعه كلها بتنضم علشان يحاربوا جابي وينقذوا فوركي. بنرجع بقى لبوني واللي كانت زعلانه على فوركي جدا، بس باباها بيعرفها ان هم اتاخروا ولازم يتحركوا. جيسي بتنط من العربيه وبتهوي فردة الكاوتش علشان تعطلهم على ما الباقيين يجوا. في الوقت اللي المجموعه كانوا دخلوا المحل وبداوا مهمتهم، بس الالعاب اللي تبع جابي بيشوفوهم وبياخدوا الخروفين بتوع بوه. بس باز كان قدر ان هو يجيب مفتاح المكان اللي محبوس فيه فوركي والخرفان. بيقدروا فعلا ان هم يوصلوا لفوركي، بس بتكون جابي واللي معاها مستنيينهم. بيحاولوا تاني ان هم يسرقوا علبه الصوت بتاعت وودي واللي جابي عايزاه، وفي الخناقه بيحصل جري كتير وضربه اكتر، وبينجحوا في الاخر ان هم يهربوا كلهم. بس برضه كان فوركي لسه مع الاشرار في المحل. وودي بيقول لهم ان هو لسه عايز يرجع لفوركي تاني وينقذه. هما طبعا ما بيوافقوش، وبو بتقول له ان هو كل اللي بيفكر فيه صاحبته بوني وان هما اخر اهتماماته. كلهم ساعتها بيسيبوه وبيمشوا، حتى باز بيمشي هو كمان علشان يلحق العربيه قبل ما تمشي. وودي بيحاول ان هو يرجع للمحل لوحده، بس المره دي بيلاقي جابي مستنياه من الاول. بتتكلم معاه وبتحاول ان هي تقنعه، وبتقول له ان هي نفسها تعيش الاحاسيس اللي هو عاشها مع اصحابه اذا كان اندي او بوني. وبتصعب عليه جابي وبيقرر ان هو يديها صندوق الصوت بتاعه، بس في المقابل ياخد فوركي علشان بوني واللي كانت رجعت مع عيلتها للمحل دون واللي كانوا عدوا عليه ونسيت شنطتها هناك. جابي كانت صلحت بعد ما اخدت علبة الصوت بتاعت وودي، وبتشوفها طفلة وكانت اخيرا هتحقق حلمها وتبقى مع طفلة تلعب بيها وتهتم بيها. بس للأسف الطفلة بترميها وبتمشي، وودي وفوركي بيدخلوا شنطة بوني واللي بتيجي وبتلاقيهم جواها. بتصعب عليهم جابي جدا، وودي بيقول لفوركي ان هو يخلي باز يروح بالعربية على مكان معين في الملاهي، وهو بيخرج وبيرجع لجابي. بيقول لها ان في اطفال كتير ممكن ياخدوها، وانها ممكن كمان تيجي معاهم وتنضم لمجموعة لعب بوني. بو هي كمان بتجيلهم، وبتروح المجموعة كلها على المكان اللي بعت وودي الباز مع فوركي. الألعاب اللي في العربية قدروا إن هما يتحكموا فيها ويجبروا والد بوني إن هو يروح للمكان اللي وودي كان قايل لهم عليه. المجموعة بقى وهم هناك بيلاقوا فيه طفلة تايهة وخايفة. ساعتها جابي بتروح لها، ولما بتشوفها الطفلة بتحضنها وبتطمن. بتاخدها الطفلة معاها لما أهلها كده. جابي كانت وصلت اللي هي عايزاه، إن هي تفضل مع طفلة تلعب وتهتم بيها وكمان تحبها. باز بيكون وصل وبينادي على وودي واللي بيودع بو تاني علشان يروح لبوني. باز بيلاحظ ان هو زعلان ومتضايق ان هو سايبها، وبيقول له ساعتها انت لازم تسمع صوت ضميرك، ارجع ليها وما تخافش، بوني هتفضل بخير واحنا هنهتم بيها كلنا. بيرجع وودي لبو وبيقرر ان هو يعيش معاها، وبيودع بعدها المجموعة واللي قضى كل حياته معاهم. بيسلم نجمة المأمور بتاعته لجيسي، وبيفضل يبص عليهم للمرة الأخيرة وهما بيبعدوا بالعربية، وهو هيفضل مع حبيبته بو واللي كان سابها مرة من زمان وما كانش ناوي تاني ان هو يبعد عنها ابدا. لما وصلت لنهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك 1. وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول.